جنايدن، صباح الخير بالتركي. أنا النهاردة في بيت السفير التركي، وأهلا بيكم أهلا بيكم في يوم الفطار العالمي. كل سنة الأتراك بيحتفلوا لمدة أسبوع بالمطبخ التركي، وخلال الاحتفال ده بيعرفوا العالم كله بثقافة الأكل بتاعتهم، طريقة التحضير والمكونات، وكل الخامات بتيجي من تركيا مباشرة. في البداية حرم السفير هي اللي كانت بتشرف على كل كبيرة وصغيرة في الأكل وتنظيم الموائد. بعد كده نزل السفير التركي ورحب بينا، وبدأ بقى يتكلم بحماس عن الأكل، وقال لنا إن زيت الزيتون هو مكون أساسي في الأكل التركي، هو والزيتون لا غنى عنهم. وقال إن هو بيبدأ يومه بخلط زيت زيتون مع ليمونة وبيشربه بالهنا والشفا. الفطار كان جبن وكان لحوم وكان فيه مربى وزيت زيتون ومسقعة، وكانت رائعة. وكمان كانوا حاطين بيض دي مسقعة، وبعدين بيض بالطماطم وزيتون وحلاوة، وطبعا العيش الهايل بتاعهم. ثقافة الأكل دي ثقافة مهمة جدا، في ناس بتسافر آخر الدنيا عشان تدوق صنف معين أو أكلة معينة. بحلم ان هنا في مصر يبقى في ايام زي دي، نفطر اسكندراني مره، بورسعيدي مره، سويسي مره. يا ريت يا ريت يا ريت نهتم شويه بالاكل، واحنا برضو اكلنا حلو.